شبابنا، تكليف الإنسان يبتدئ شرعا أمام الله سبحانه وتعالى للذكر 14 سنة 8 أشهر 20 يوم. شبابنا الحلوين، تكليفك الشرعي أمام الله سبحانه وتعالى بالصلاة يعني بفروع الدين عمر 14 سنة 8 أشهر 20 يوم. هذا تكليفك تقريبا ثالث متوسط، تبدأ عليك صلاة واجبة وفروع الدين كلها. البنية شبابنا شرعا بالرابع ابتدائي 8 أشهر 8 سنوات 8 أشهر 22 يوم. واضحة شباب؟ اللي مكلف بعد ينتبه للوضوء مالته، حتى لو مو مكلف بعد لازم واجب عليه. شبابنا احنا يقولون العلماء الصلاة تشبيها واجبة، تمام؟ اجت الآية قالت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لازم لها أوقات. اجوا العلماء بالأصول ايش قالوا؟ لا صلاة إلا بطهور، يعني ما أقدر أصلي إلا أن تكون متطهرا. والطهور شنو معناته؟ الوضوء عفي عليك، تمام؟ حتى أريد أروح أصلي لازم أنا شنو أكون على طهارة. الطهارة معناته شنو هو؟ الوضوء. الطهارة يا شباب تنقسم إلى قسمين، مرة طهارة من الحدث الأصغر، أنا كنت نايم النوم يخرب الوضوء لو ما يخربه، والبول والغائط والريح ذني خربن البول الوضوء. يعني أنا هسه متوضي بمجرد أن أغفى خرب وضوء، انحصرت أجلكم الله ورحت للتواليت خرب وضوء، ايش يحتاج لك؟ إعادة وضوء. واضحة؟ هسه نقول احنا ما متطهرين ونريد نصلي، ايش يحتاج لنا؟ هذا شو يسمونه؟ حدث أصغر. الحدث الأكبر مثل ميت يجب عليك الغسل. الحدث الأكبر غسل جنابه إن شاء الله على باكر. هسه شنو عندي أنا؟ طهارة من الحدث الأصغر وعندي صلاة، قالوا لي توضأ. هل الوضوء بوحده واجب؟ لو لا. هسه هذا اليوم أنا ما عندي صلاة، هسه أنا واجب عندي صلاة هسه؟ لا. شنو حكم الوضوء؟ بس لأن الصلاة واجبة وقالوا له ما يصير إلا تتوضأ لها، صار الوضوء واجب. وإلا أنا ما عندي صلاة، مثلا الساعة 10 الصبح طهارة للحسين عليه السلام بأثناء الطريق دائما تكون على طهارة، شو توضأ؟ للكون على الطهارة قربة إلى الله. جيد، انتهينا هسه لحد الآن. ما هو الوضوء؟ تعالوا. أول بداية الماء أن يكون طاهرا. شنو طاهرا؟ لا يكون نجس. شنو النجس؟ يعني يكون ما تطيح به قطرة بول ولا دم شبابنا ولا أي نجاسة، نظيف، يعني نظيف خوش. بس عندنا مشكلة، ولو هاي بعدين يعني نقول ماينا طبيعي. هسه مشكلة اكو ماي كل شيء ما بيطاهر شرعا، ولكن شبيه ريحة تقتل يستقذرها الناس. سيستان يقول لحوط وجوبا لا تتوضى به. شايف بعض البوريات من تجي بالحنفيات شنو هذا؟ شلون ريحة السمك؟ هذا احنا نتقبله ونتنفره. اذا تنفرته لا تتوضى به، لازم تروح لك ماي شنو؟ جيد. لا يكون مضافا، ضفت لفت حاله وصار شنو خرج من هذا صار شنو لون، ما يصير. المضاف ما يرفع لا حدث ولا خبث، يعني كأنك ما متوضى. اقدر اتوضى بماي عصير برتقال رمان، ما يصير مضاف. جيد. نقول الماي مالنا شبيه طبيعي. النية الافضل عند سماحة السيد السيستاني ادام الله ظله الشريف للكون على الطهارة قربة الله تعالى بكل الاوقات. بكل الاوقات شو تقول؟ اكو نية الا نلفظها لو بقلبنا، نية قلبية. شنو ادعاك؟ انا اتوضا للكون على الطهارة قربة الله تعالى، مو الا تلفظونها شبابنا. ما عندي نية لا صوم ولا صلاة، حتى ما اقدر مو الا اقول اصلي صلاة الصبح قربة الله، لا بداخله النية ارتكازية قلبية الله أكبر. تمام؟ فالوضوء هسه شنو هو؟ طاهر ونظيف، نظافة عرفية، يكون مو بريحة. جيد. ونتوضا للكون على الطهارة قربة الله تعالى، وندخل به لأي صلاة ما دام شنو أنا محافظ على شنو ما عندي حدث. شلون اتوضا؟
شبابنا الوضوء يتركب من 6. ايش قد يتركب؟ 1 2 3 4 5 6 أجزاء. العلماء يقولون غسلتان ومسحتان. هذا غسل لو مو غسل؟ وذن غسل صار مسح بمسح، صار غسلتان ومسحتان. تمام؟ لازم يقع الوجه ايش بيه؟ غسل لو مسح؟ غسل. لازم اكو ماي، مو مسح هيك، هذا ما يصح. بعدين اتوضا له. لازم تكون اليد اليمنى ايش بيها؟ غسل، واليد اليسرى غسل، والوجه هذا شو يسمونه؟ مسح، والقدمين جيد. شباب ماكو كيفية خاصة بالوضوء، كيفك. انا عندي فتح حنفية اعلى من عدي، تمام؟ اعلى من عدة حنفية، مو الا اسوي هيك بوجهي، اخلي الحنفي هنا انوي قربة الله تعالى، اذا استوعب الماء للجميع كافي. باليمنى مو الا تسوي هيك، لا، حنفية وصبت واستوعبت اسحبها براحتك. بس هاي شوية صعبة عليكم لان ما متمارسين بيها، الا تسوي هيك وكذا. ما هي الحدود الشرعية لغسل الوجه؟ نعرفها فقهيا ثم اطبقها. تقول لي استاذ لا طولت علينا، لو نكمل بس الوجه ما عندنا اشكال. اثناء الوجه شبابنا الحدود الشرعية مالته من قصاص الشعر الى طرف الذقن. هذا الذقن شلون حجاب المرأة هنا تحطها، هذا الذقن، هذا طولا، وما دارت عليه الابهام والسبابة الوسطى عرضا. هذا شرعا امام الله سبحانه وتعالى، من الاعلى الى الاسفل، وما دارت عليه الابهام والسبابة الوسطى. تمام؟ من الاعلى الى الاسفل، ماكو هيك، ما ترجع ايدك. تمام. صار عندي من قصاص الشعر الى طرف الذقن طولا، وما دارت عليه الابهام والسبابة الوسطى شنو؟ عرضا. مرة واحدة يكفي للوجه. الاولى واجبة والثانية ايش بيها؟ تمام؟ تقول لي استاذ انا قاعد الصبح ومرات عيوننا شو يسمونه في الذقن. انا احكي بالعامية، هاي الذقن اغسل وجهك، اغسل وجهك، ما عنده اي اشكال بيك. انا نويت وضوء هسه؟ لا، اغسل وجهك لو ما نترتب وضعك كلش. هذا وش التنوين. تمام؟ تقول لا والله استاذ انا هي وضوء عادي، بس يرادة شغل يعني مو مستعجال. جيد. مرة واحدة تكفي. من الاعلى الى الاسفل، ماكو نكوس. شنو النكوس؟ يعني ما ارجع، لا ارجع وين؟ بالوجه ولا ارجع وين؟ بس خلونا بالوجه. مرة واحدة تكفي من الاعلى الى الاسفل، وتلتفون للشباب. سيدنا يصير الانحناء يقول سيستان ما يخالف، سوي 10 سوي 100 سوي 200 ما عندي اشكال. شوف شباب، سويت 100 ذبيت كيف، ثم سويت هاي اللي تعتبر غسه واحده. واضحه؟ اذب ايش قد ما تريد، هاي مو بنيه غسله، شو يسمونه هذا؟ غرف. الغسه بمجرد ان شنو صارت واحده. شو اسوي؟ من الاعلى سويتها سنه. لا تستعجل، ما يصير انا سويت هيك وصعدت فوق، لا، ما يصير انا سويت هيك واصعد فوق، لا، من سويت هيك انزل وياه وكمل. شو تسوي؟ جيد، حتى يصدق عليك منين؟ من الاعلى الى الاسفل. وما دارت علي الابهام والسبابه الوسطى. تقول لي لا انا اريد اشك، نخاف اشك كذا، دخلها سيستان يقول صار زياده وفوق حتى ما يدخل عندك شك. من الاعلى الى الاسفل مره واحده تكفي. بس يقولون يلاحظ اعماق العينين، يا اعماق العينين ها بها ذقن، واطراف الانف واطراف الشفتين، ذن يغسل. الباطن لا يغسل، ما واجب عليك تغسل البواطن، يعني عين اغسلها لا. هاي مرة واحدة. تريد الثانية ايش بيها؟ ايش بيها؟ مستحبة. هاي المضمضة، اللهم بيض وجهك، كلهن ذن مستحبة. واضحة؟ أنا حاكيك الوضوء الشرعي من الأعلى إلى الأسفل.
وما دارت عليه الابهام والسبابه الوسطى، من الاعلى الى الاسفل، ماكو نكوس. واضحه؟ وتلاحظ ان تدير بالك عليهن، لا تستعجل. كملت الوضوء. الوجه، اكو واحد عنده معلومه بالوجه، جزء اريد اكمل لك. ها للعلم يصير هسه انا كملت الوجه واسولف وياكم وبعدين اروح لليمنى؟ لا ما يصير، لازم شنو؟ تتابع، عرفه تكمل. بس احنا ليه نريد ندرس؟ شنو؟ نكملهن، يعني نريد نفهم. الوجه هذا حدوده من الى مره واحده تكفي، من الاعلى الى الاسفل، ويلاحظ ظني. اكو واحد عنده سؤال على الوجه؟ تفضل ابو جاسم. عفوا استاذ، نخلي الماي على الوجه، اخليه بالوسط من فوق؟ لا منه ذب. ها واجراؤه على الخط، تريد العمودي او الانحنائي، ما عندك اي اشكال. وتذبه هنا بوجهك. من ذبيته هنا، وين صعدت ايدك؟ فارغه لو مو فارغه؟ مسحت لو غسلت هنا فوق؟ مسح. رجعتنا يعني شويه. الدم بعد هسه راح كملت وضوءي ونزفت. ما بطل وضوئي. اللي يبطل وضوءك بس البول والغائط والريح والنوم. اما الدم مو مبطل، اغسل مكانه بعد. ما يحتاج عيد الوضوء. لا ما تعيد الوضوء الا خرج من عندك احدث اللي قلت لك بيه. بس طبعا بس فقط ذهاب اللون، لان مره واحده تكفي الدم. بس البول لازم شنو؟ تعدل. وراح تجينا طفل بس يرضع، لو ياكل وياه بسكت راح تجينا. اكو واحد عنده اشكال بالوجه شبابنا؟ اسالكم تعال. صعوب؟ ليش استعجل؟ ما استعجل. كملنا؟ اطفر لليمنى؟ كمل الوجه لو بعد؟ ماكو سؤال؟ هسه بعد منتهين ما عنده الوجه يكون ما بيه صبغ. اجلكم الله جير، ما بيه صبغ مثلا مال بيبان، تصبغ ما ادري شنو ببيتك، هذا يكون كل شيء ماكو. الوجه اي شيء ما يصير بعد، هاي لازم ترتب وضعك انت. جينا شنو هو؟ اليد اليمنى مره واحده واجبه، الثانيه ايش بيها؟ منين حدودها شرعا يا علمائنا؟ قالوا من المرفق الى اطراف الاصابع. المرفق ما بين مجمع ما بين الذراع والعضد. هذا العضد وهذا شو يسمونه؟ ذراع. هذا للاحتياط. السيستان وين تشمر الماي؟ نعم جيد. انا وين جاي اشوف بعض الناس دشداشته ضيقه، اغلبكم قميصه ضيق، وين مخلي هنا؟ وين يذب الماي؟ باطل. ما غسلت بالحدود اللي يريدها رب العالمين شرعا. بس ترفع هذا قدر المستطاع. للاحتياط وين الذب؟ احنا احتاطين ولا ما احتاطين؟ هذا شرعا. بس انا ايش سويت؟ اعطيت. هنا لازم تحتاط. ما معقوله انا بالدقه اذب بين المرفق ما بين العضد والذراع. ايش مره هنا؟ من الاعلى الى الاسفل مره واحده تكفي، الثانيه ايش بيها؟ هذا المسكين الفقير لا مر عليه، لان هذا زعلان عليهن. اطمئنيت، دير بالك مرات بالشتاء صعب يوصل الماي، دشداشتك ترفعها زياده، قميصك، تيشيرتك. كمليت، خلصت اليد اليمنى. خلها تتحرك ما له علاقه، بس الماسح ايش فيه؟ متحرك، والممسوح شنو؟ ثابت. شنو معنى الثابت؟ هذا هم ثابت عادي، بس مو وياه. ما هاي باطل. وجه لا، ها جاي يدورها عادي. ها تمام. من الاعلى الى الاسفل، هذا تدير بالك عليه وتدخل اصابعك تخلل. دير بالك. كملت اليمنى، ثانيه مستحبه بكيف. من الاعلى الى الاسفل، وضوك الله يرحمه. خلاص؟ واضحه؟ مو هيك او شيء هاي باطل. واضحه؟ ما استعجل بيحل اي صلاه. ما استعجل. صاحبي، لعبه، زياره، سياره منتظرتني، دير بالك.
ما في حلو حق ضي. خلصت اليد اليمنى. اكو واحد عنده اشكال؟ ها خلص. اليد اليسرى مره واحده ايش بيها؟ واجب. بعض العلماء بس احنا يكون حج باليد بس هي ماشيه ايش قد. اريد امشي. حرام له حلال. شوف شبابنا جاي سوا انا. شوف المسافه. شوف المسافه شبابنا. افتريت لما افتريت. شلون اخوي؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير. يلا صبوا لنا شاي. حياكم الله. هلا بك. شلون صحتك؟ جاي اسولف لو ما اسولف؟ سويت انا. بس شو مسوي؟ جاي شو مسوي؟ يسمونها موالات. هاي الموالات التتابع العرفي. اللي يشوفني جاي اسوي انا هسه خلاص يقول كافي. بس انا حياك الله 100 هلا بيك. تفضل تفضل 100 هلا بيك. سويت باطل. هاي ال100 هلا بيك. من شفتوني تفضلوا جاي تمشي خلاص بطلت الوضوء. بس اذا انا شو مسوي؟ 100 هلا بيك. تفضل تفضل حياك الله. اهلا وسهلا. تفضل 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 حياك الله. وانا جاي اسوي خلاص اليد اليسرى مره واحده ايش فيها؟ كافي. كملن الغستان لو ما كملن شعد بعد؟ مسحتان. اسهل ما خلق الله هي شنو؟ المسحتان. كملت اليد اليسرى ما ارجع لليمنى. بعض الشباب يرجع لليمنى. لا بعد مو من حقك. ها من خلصت هالشي عد بعد تثبيت. اصبع واحد كافي. نص اصبع كافي. جره بسيطه كافي. تعالوا ليدي. تعالوا ليدي. انا سويت انا كملت. شرعا هذا 1 هذا 2 هذا 3 هذا 4. هذا الربع الاول من مقدم الراس. هذا وين راح نجري عليه شنو هو؟ المسح. انا سوي اعتبرونا انا هذا الواقف. سوينا احنا. كملت اليسرى. وراي شوف السيستان ايش قال؟ اصبع واحد كل ما يوصل الى قصاص الشعر. وانا ما اريد اوصل قصاص الشعر. ما يطقون قصتك بالتثبيت. شو اسوي؟ جره بسيطه كافي. يقول المسمى مسحا. المسمى مسحا. هاي شوف وصلت للجبهه مالته والجبين؟ لا 3 مطمومه بكيفك. كل الكف ما عندي اشكال فيه. بس كون دير بالك اكو رطوبه بشعرك. او لا تنسى شنو؟ جبهتك هذا. سويت تقول استاذ احنا شعرنا كبير. سويت له اكو رطوبه صار مال من؟ مال شعرك المقدم مال الشعر. شو تسوي بيه؟ وتريد تثبت ما يصير تثبت بيه من؟ بهذا الشعر اللي بلل. سويت شبابنا فرضا من قد ما اغسل بوجهي صار هذا الماي. هذا ماي بيمن بالمقدم. كملت اريد شو اسوي؟ اريد اثبت. صار بي ما تمسح بيها هاي الماي. هاي البله ماء جديد هذا. اريد ببله الوضوء الاصليه. من تخلص من اليسرى كنت تمسح لي. بس هذا ماي شو اسوي له هذا؟ شلون اعالجه؟ سويت انا مسمى مسحا بس قضيت ماي. ما تروح بها رجلك. شو اسوي؟ هسه السيستان تقدر شو تسوي؟ صعب هسه يقولوا هاي شيء جديد. شو اسوي؟ هاي شو اسوي بيها؟ اقلبها على الظاهر. شوفوا هذا حل. حتى لا تقول له لا باطل. دير بالك لا تصير هيك. بعد تقول له لا استاذ ما اقدر. شو تسوي؟ صار عندي. تقول لي لا والله استاذ انا طقيتن بيمن طقيتن ب2. سوي خلاص. سويت طقيتن ب2 طقيتن ب3 بس ايش عندي؟ اروح له خلاص. عشان بس كملت بيمن بس الراس. تعالوا للقدمين. اي اي عاد المسمى مسحا. عرفا المسمى مسحا كافي. هذا بس لا توصل من اي عاد بس دعوه راجع له خلاص. واضحه؟ هاي كعلاج عالجت لك اياها. تقدر بيمن بقى عندك اصبع ثبت بيه. تقدر بالظاهر وتقدر بيمن بالذراع. اي اكيد مو هيك تسوي له. دير بالك مو هيك تسوي له. هذا باطل. كون هذا الماسح والممسوح ايش بيه ثابت. راح اثبت رجلي فرضا انا كل شيء ما بيه ولا قضيت ماي وكذا.
شبابنا الرجل لها انواع، بلا زحمه عليك انطيني المخده. بعضهم يصعدها على فد دتشه او كذا بس سوالها ثابته، وبعضهم شو يسوي لها؟ ثبتها. شو يسوون بعض الاشخاص؟ من يريد يثبت ينزل رجله قبل من هيك يسوي، هذا باطل. يا صار الماسح القدم والممسوح. لا انا شو اريد منكم يا شباب؟ اريد منك انا ثبت لي رجلك من اطراف الاصابع المن الى الكعبين. شبابنا بس السيستان اختلف بالكعبين. اغلب شبابنا وانا شفت كوارث مو بس خلال المسير، حتى ولدنا الشباب اللي متدينين الكعب حسبالهم يا هو شبابنا. انا ما ابي شويه اعذرونا، هذا حد اللي جاي يوصل به، هذا باطل عند السيستان. اريد الكعبين هو مفصل القدم والساق. هاي قدم لو مو قدم؟ هاي قدم، وهذا شو يسمونه؟ ساق. اريدها اللي جاي توصله، اللي جاي مو توقف هنا. شايف بعض الناس يسوي بنطروناتهم شو يسوي؟ كنا معنا باطل شبابنا. تعيد الصلاة 20 سنة تعيدها. شوف الاستهانة 20 سنة بك حيل. شو تسوي؟ تثبت رجلك. تريد قاعد، شفتونا مرات اتوضا قاعد؟ هاي وابوك الله يرحمه. ها خلص الوضوء ماله، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، والسيستان يقول تقدر جرة واحدة. ما عندنا اي اشكال بيه. تفضل. هذا اسوي اليد اليسرى، اليد اليسرى على اليمنى واليد اليمنى على اليسرى. كل القدمين بكل اليدين. سيستان. الافضل اليمنى باليمنى واليسرى. هسه بعد هذا الوضوء الشرعي اللي يريده رب العالمين عن طريق المرجع مالته. بعد تفاصيله واشكالاته احنا مع هذا التكليف كافي. غسل الوجه واليدين، مسح الراس والقدمين. الوجه مره واحده واجبه، الثانيه مستحبه، اليمنى واجبه، الثانيه مستحبه، اليسرى واحده. المسمى مسحا ثلاثه كيفك هذا، بس ما يطق لا شعرك ولا شنو جبهتك. من تريد تمسح من الاطراف يا شباب، مو من الاظفر، مو من الاظفر. شو يسوون المسح شبابنا؟ منا هذا باطل. معنى اطراف الاصابع بالفقه نهاياتها. هذا الطرف يعني نهايته، مو اي شيء. مو تمسح على الظفر يعني من يم الظفر تمسح، لا. منين بديته؟ من اطرافها نهايته. تفضل استاذ احمد. جيد، تذكروني بها هاي مال الحنفي. اكو واحد عنده اشكال؟ مو تعبانين؟ اي سئلوا، هذا بس الوضوء. اكو؟ اذا دب الماي على شو اسمه اليد فوق القدر المسموح يبطل؟ لا، هذا افضل، يسمونه باب المقدمه العلميه. لا هو القدر الزائد المسموح. عادي، هاي ذبيته هنا ما عاد اشكال. هاي زياده وبعد اكثر. نعم. اريد غسل من الاعلى الى الاسفل، غسل مو مسح. ليش اقول لك ذب الماء من الاعلى الى الاسفل؟ بس ايد مبلله كلش، يعني اذا امسح منها يصدق عرفا انه غسل لو مسح. انت سيد الموقف. خلاص. شبابنا اكو سؤال؟ تفضل. اليمنى هذا اسوي باليد ما يصير المسح واحد. شبابنا شو يسوون بعض الناس؟ مو صح. بعد شفت شعرك حمودي، شعرك واليدي، شعرك بعدك واحد عنده هم يدخنهم شعره مجكسن. هذا شلون تثبتونه شبابنا؟ هذا حال المرأة مو شعرها هواي. هسه بعض الشباب من يريد يمشط، وين يوصل شعر مالته؟ اغلبكم وين يوصل؟ جاي يسوي هو. هاي نقطة مهمة. جاي يسوي هو، خصوصا اللي عندهم شعر. سجاد كذلك. سجاد انت وين جاي تقلبه؟ ليه فوق؟ من يريد يمسح على الاصل والخارج بمده عن حده.
هذا من خرج وين قلبته؟ ما مسحت على الاصلي، وضوءك باطل. لا، ما له علاقه بها. طريقتين، اما تسبله او تفرق، والفرق موجود. نزه ونشفت على ما سويت هيك نشفت الدنيا كلها. للأمن شبابنا، شعرك ما يصير تقلبه وتثبت عليه. هذا خارج بحيث اذا سبلته وين يوصل؟ اريد الشعر الاصل النابت الطبيعي تمسح عليه. انت سويت هسه امراه اختك امك زوجتك من تقلب شعرها تصير صفطه مال على اليمن على الاصل، لو ما تصير اجت هي سوت وضوء مو صحيح. بعد شبابنا الحلوين، بعد استاذ احمد شبابنا، هذا الموضوع من الموضوعات الخارجية التي لا دخل للمرجع فيها. شلون؟ كل شيء بالطانة قاعدة، كل شيء يحجب ويمنع من إيصال الماء إلى البشرة سواء كان في الوضوء أو في الغسل باطل. هسه ما أدري بعد السماحة السيد الثاني أو المرجع الفلاني قال لك حطيت هواي لو مو هواي. يمك التقدير، موضوع خارجي. هذا يمنع لو ما يمنع. واحد يجي ياخذ شعره حيل بيدين كلش قوي، هذا اكيد من يريد يمسح ما يمسح على الشعر الاصلي، تمسح على المانع، فوضوء باشكال. او حط بيك وما تريد تخلي، بس خلي لي مقدار نص اصبع، حليتها لو ما حليتها. مكان المسح خلي لي نص اصبع، كافي. المسمى مسحا. اترس شعرك كله، ما عندي اي اشكال بيه. بس اذا انت تارسه كله حتى موضع المسح هنا علامه اكس على قولك. بعد ها شبابنا الحلو، اي بابا سئلوا يعني انا من الاحظ باكر عقب على المغاسل باكر مثلا احاسبك لان انت مسؤول امام الله سبحانه وتعالى ومكلف. اسال. الافضل تخلي شعرك ناشف. الافضل تقول لي لا والله انا اكو رطوبه، خصوصا المراه من تريد، المراه دائما شويه يحتاج لك، واحنا بثاء المسير شو اريد منك انا؟ كون رطوبه هاي الموجوده، الماسح كون تغلب على اليمن على الممسوح، كون هاي اكثر منين. واضحه؟ مثلا واحد غسل راسه ونشفه ظلت برطوبه، مثلا بفضي مثلا من يزيد مسح بعاده طبيعي. شلون؟ هو غسل راسه ونشفه مثلا خارجه او اي شيء. نعم. ظلت برطوبه قليله. هذا تغلب عليه لو ذاك الغالب؟ لا مثلا الغالب خلاص يستهلك به، يكون رطوبه الماسح تغلب على رطوبه الممسوح. بعد شبابنا نجي للحنفيه. افرض هاي حنفيه، هسه انتم شو تسوون؟ اغلب وضوءكم صحيح، خلينا نصححها، بس انت مرتكب اثم عند السيستاني، هدر الماء. يوم من الايام شفتوني الحنفيه الصب وانا اتوضا؟ اللي متابعيني اكو يوم من الايام شفت الحنفيه كملت وضوئي والحنفيه الصب؟ لا بالبيت ولا كذا، لو اخذ لي جكه لو قلاص. انا هسه هاي كاسه اتوضا لك كامل شرعا. هاي هواي عليك بالبيت؟ هاي خليها هيك، سد الحنفيه تولي. ها اعاده سريعه. خلاص مره واحده تكفي، ثاني مستحقه ما لنا علاقه بها، شرعا امام الله سبحانه وتعالى. خلاص زادت لو ما زادت شباب؟ زادت لو ما زادت؟ غسل لو مسح هذا جاي يطيح، شوفوا هذا غسل. وانا قاعد خلاص. خلينا نكمل بلا اسمع عليه. جره واحده وانا قاعد خلاص، شرعا امام الله سبحانه وتعالى وبرقبتي. هاي ليش مخلي الحنفيه 24 ساعه؟ تبذير، هذا حرام عند السيستان. زاد لو ما زاد؟ اتوضا لك بيه بعد مره ثانيه؟ غسلتان ومسحتان.
اعيده؟ لو واضحه. والحنفيه صب على حيلها، ويجي صاحبك نفس الشيء، ويجي ثلاثه، ويجينا الله شاهد، يجينا ايام اجلكم الله بريق للحمام ماكو. صايره ببيوتنا لو ما صايره. تمام؟ هذا الوضوء الشرعي اللي يريدونه العلماء. بالحنفيه شبابنا ستها هسه انا سويتها شبابنا. نفرض طني قوم اللي بلا زحمه عليك، بس قدم ايدك هيك، اقعد قدم ايدك هيك. نفرض احنا حنفيه مسدوده لو مو مسدوده؟ مسدوده، ما عاد اشكال بيها، ما ريته. كملت لما كملت تحت سديتها شو اسوي انا؟ هسه بقت عدل اليسرى افتحها. وين خذيت؟ باليمنى ستها خلص. مسدوده لو مو مسدوده؟ ايش قد دبيت ماي بشيء ما دبيت خلاص وابوك الله يرحمه. اسهل شيء هي الحنفيه. انا قلت والله ما كملت الماي بيجي يمنى حول عليه شغله. كيفك مو اللي تحوله؟ يعني مثلا اليسرى. كيفك؟ شبابنا تعالوا. هسه انا بعد ما متوضا. تعالوا ها. يصح لو ما يصح؟ بس اللي يشوفون يقولون مسوده ولا ما يقولون مسوده؟ وضوء طبيعي ما عندنا اشكال. باليسرى باليمنى من الاعلى الى الاسفل ما عندنا اشكال. كيف؟ ما عندك شيء. اهم شيء يكون من الاعلى الى الاسفل، وتلاحظ ذني وتنتبه الذني. كون ما تظل زرف الابره ثقب الابره بوجهك ما ممسوح او مغسول العفو. كذلك ما ممسوح كون كل شيء يوصل الماء، مو القاها يابسه هنا. اقول لك تعال فينا جاي سوي بروحك. نعم مرتضى. لا ظاهر فقط، الظاهر فقط. حرب قاف سن ماي بالاقصى. حذر، مو موضوع وضوء، راحتك. وين ما تريد خلي يصير وين ما تريد. برجلك جوا البارحه شفتون اكو احمر إيه؟ برجليه ما عندك اشكال. هاي ما له علاقه، ما يمنع. اريد ذن المواضع اللي تتوضا بيهن وتمسح بيهن كن ما عليهن حاجب. اجلكم الله جير صبغ اميري. تعرف استاذ اللي قاله مصطفى انه ياخذ من اليمنى يخلي باليسرى ويتوضا، هذا باستحباب لو؟ لا ما عندنا اشكال. هو اصلا احنا ما عندنا يجب الامرار، ما عندي الامرار مو واجب. مثل ما هسه شبابنا نقول حنفيه، هاي حنفيه انا ما فات سويت هاي اعتبروه حنفيه. هذا ما يعني اعتبروه حنفيه يا شبابنا. خلاص وخرها، لا مو الا يسرى تخلي عليه. هاي حنفيه وقلبتها بحيث اطمئنيت وصل الماء لجميع الذراع من المرفق الى اطراف الاصابع. اسحبها كذلك اليسرى. خلاص اسحبها ثبت. استاذ بدون ما امسحها. من هي ما تمسحها؟ خليت على حنفيه. كيفك تريد تمرر تريد ما تمرر. اهم شيء الماء وصل لجميع الحدود الشرعيه. الحنفيه متبلله. اي، وانا جاي امسح بيدي اليمين بيدي اليسرى مكمل يدي اليمين. مو قلت لك قبل لا تمسح ستها؟ اي استوى متسد عاد ستها باليد اليمنى وباليد اليسرى. عندك شنو قصدك؟ يعني هسه انا جاي لا انت انتبه له. هسه احنا مو عندنا حنفيه. انا مو سويت خذيت وين بيمن؟ نفرض منين؟ من الحنفيه. بيمن سديتها؟ باليسرى. انا بعد عندي اشكال لو عندي بله وضوء طبيعيه. خلاص هذا شو يسمونه؟ وضوء طهاره من الحدث الاصغر. كنت متبولا نائما خرج الريح لو بول لو غائط، هذا يفسد الوضوء مالتك، يجب التجديد للوضوء اخر. انتم شو جاي تسوون؟ مثلا تعبانين خصوصا في المسير الحسيني، تعبانين اتوضا وبعد فد 10 دقائق للصلاه سوى هو سلهم. شوف مرات يا نوم اللي يريدون اللي يفسد الوضوء. انتبهوا لي شباب،
مره انا مغمض عيوني بس جاي اسوي اسمع جاي تقولون بس عيوني ايش بيها؟ هذا مو باطل. بس شعره انا ما سمعتك بطل وضوءك. بس يغلب على حاسه السمع بحيث ولو لحظه ما سمعت ايش بيه وضوءك فسد، يعني خرب. بس لا والله انا مغمض ها بس جاي يسولفون وتشاقون انا اسمع، هذا وضوءك طبيعي ما بي اي اشكال. بس انه من غلبه بعد اذا غلب على السمع بطل الوضوء. ريح هذا تدخل بعندك وسواس، يكون ريح اللي معتاد اللي يخرج الامر طبيعي. مرات تتذكر اكو غازات اكو اصوات وين تصير؟ ما بي اي اشكال، ما بي اشكال. هاي شو العلاقه؟ يخرج ريح. شبابنا نعم سجاد. شك بالوضوء. شنو شك بالوضوء؟ يعني باي مثلا انا غسلت الوجه وبديت بالايد بعدين شكيت بان الوجه ما يعني عافيه عافيه. كاتب لكم قاعدتين مهمه جدا بس قد خاف صعبه عليهم، بس هي تغنيك عنه هواي. قاعده يسمونها التجاوز وقاعده شنو هو الفراغ. كل العبادات يجرن بيهن بس بالوضوء ما تجري. قاعده الفراغ. تعالوا لي. سويت انا اعيد للفائده. عافيه سجاد. يسمونها قاعده الفراغ. انا بيني ما بين الله جبت الشيء بس شكيت جبته صح لو غلط. هاي يصير عندكم لو لا؟ يصير. امام الله سبحانه وتعالى جبت الوجه لو ما جبته؟ جبته. شنو الوراء؟ اليمنى. قلت يا رب العالمين شكيت الوجه وقع صحيحا لو غلط. انا جايبه لو ما جايبه؟ انا سويته لو ما سويته؟ فهموها. جبته لو ما جبته؟ بس يا ربي صح لو غلط. الامام يقول امضي. شو يقول؟ امضي. وصلت للتثبيت قلت يا ربي اليسرى سويتها صح لو غلط؟ امضي. كمل. بس انا كبرت الوجه. تبهولي كملت الوجه ورحت اليد اليمنى وشكيت جبته لو ما جبته. فرق بين جبته بس صح لو غلط. شبابنا الحلوين فرق. انا جايبه بس شكيت صح لو غلط. شنو يقولون للعلماء؟ امضي. بس لا والله باليد اليمنى وقلت انا جبته لو ما جبته. فرق. اكمل تعيد. واضحه شبابنا؟ تعيد. هاي تسمى قاعده الفراغ والتجاوز. اكو واحد عنده سؤال شبابنا بعد؟ يلا صلوا على محمد وآل محمد. واذا شفت ان شاء الله باكر